عايز أتكلم معاكم النهاردة على مسلسل لام شمسية. هو أنا ما بعتبروش مسلسل، مش هتكلم عن أحداث، بس أنا بتكلم بقى عن نقطة مهمة جدا. الثلاث شخصيات الرئيسيين اللي موجودين في المسلسل: شخصية نيلي، شخصية طارق، شخصية وسام، وطبعا يوسف. وسام هو المثال الحي للمريض النفسي، وهنكتشف قدام إن وسام اتأذى وهو صغير، وهو ده اللي خلاه يوصل للمرحلة دي. وسام بيلعب لعب نفسي على الأطفال بطريقة بشعة. لو هنيجي نتكلم على شخصية طارق، هو الراجل اللي ما بيفكرش غير في نزواته، غير كده مش مهتم بولاده، وفي نفس الوقت ما عندوش ذرة شك في صديق عمره. عمره ما يتخيل إن صديق عمره ممكن يعمل حاجة زي كده. خلف يوسف، خلف ياسين، ولا يعرف حاجة عن يوسف ولا يعرف حاجة عن ياسين. ولما يوسف بيدي رياكشنات وغضب، ما بيستناش يفهم الغضب ده سببه ايه. وياما ياما اهالي بيعملوا كده. تعالوا نتكلم عن شخصية نيلي. انا بقول لكم ان نيلي اتأذت وهي صغيرة، ان من كتر ما الصدمة بتكون قوية جدا على الشخص وهو صغير، اتأذى أذى نفسي شديد جدا، اتعرض لموقف بشع عقله ما يقدرش يستوعبه وهو صغير. العقل بيعمل سيلف ديفense للشخص، وبيبتدي ان هو يقص اللحظة دي من ذاكرته. رفضها لطارق، أو رفضها للعلاقة مع طارق، رفض جسدي، الخوف من حاجة حصلت زمان هي ما تعرفهاش. نتكلم بقى عن يوسف. يوسف، انت متخيلين لما طفل يقعد مع ثيرابيست يتكلم، يقول له بس هو بيحبني ودي لعبة سرية ما بيني وما بينه، بس أنا محرج. يا جماعة، أطفالنا ما بيبقوش فاهمين إيه اللي بيحصل. أطفالنا ما بيبقوش مستوعبين مين يقدر يأذيهم ومين لأ. المسلسل قوي جدا، المسلسل رائع. حلقة النهاردة كانت مأساوية قوي وواقعية جدا. كريم الشناوي ومريم نعوم بجد قدموا الموضوع بطريقة من كتر ما هي صعبة، من كتر ما هي واقعية. البوستات اللي موجودة دلوقتي على الفيسبوك والناس وتفاعل الناس على الفيسبوك حقيقي، هو ده دور الفن وهو دي الرسالة. لو المسلسل ده وعى الأب والأم إزاي يهتموا بولادهم وإزاي يركزوا معاهم، يبقى المسلسل ده نجح. تابعوني علشان تعرفوا كل جديد، ومستنيين مع بعض بقية الحلقات.